بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيوة بقى، هو ده العدس يا إلا فلا. الشتا عايز كده، عايز كده. شوية العيش اللي بنحمرهم في الزيت دول اللي مليانين دهون ومحمرين في زيت طعمهم حلو قوي. ضيفي البطاطا على العدس والنتيجه هتبهرك. ما هو البطاطا على العدس هيعملوا كده، والله هيعملوا كده. وانتي بقى تعملي ايه؟ لازم تعملي كده. بصي اعملي كده كده كده، ونسمي بالله وناكل كده. لا لا يا نهار ابيض، سخن مولع. لازم نقعد حالا، ما هو الشتاء عايز عدس وانا بموت في العدس، والعدس عايز بطاطا. جربي العدس بالبطاطا. يلا بينا نشوف الطريقه، وقبل ما نشوف اي حاجه هنسمي بالله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي وشفيعي رسول الله محمد. اول حاجه معايا نص كيلو من العدس، هغسله كويس جدا. هفضل اغسل واصفي لحد ما يبقى زي الفل. بعدين انقله كده وهنقعه بقى في ميه مغليه، واسيبه في الميه المغليه دي ربع ساعه كاملين. في الربع ساعه دي بقى اعمل ايه؟ اجيب حلتي واجهز الخضار بتاعي. ادي الحله وادي الخضار، واهم حاجه سكينه حاميه. اول حاجه كده هنحتاج بصلتين حلوين، نقطع البصلتين بمربعات كده، وكمان 4 حبات من الطماطم حلوين وزي الفل. بس نشيلي الراس، اوعي تنسي تشيلي القمع بتاعها، الراس بتاعها ده. والجزر قشريه قبل ما تقطعيه. ادي الجزر. الكوسه بقى فوايد بالعبيط، مش مجرد عدس، عدس طعم طعامه ومليان فوايد، قنبله فوايد. ونيجي بقى للسحر، مش احنا بنضيف بطاطس؟ انا عايزاكي بقى ما تضيفيش بطاطس تاني. هاتي بطاطايه كده حلوه كبيره كده ملحمه وقشريها. ننزل على طول بخمس ست فصوص من الثوم، بس انا الثوم اللي عندي صغير ورفيع فنزلت ب9. بصي بقى كمان ايه؟ البطاطايه، وهتدعي والله هتدعي. وادي العدس معايا، غسلته وصفيته وبقى زي الفل. ادي العدس، ادي تقليبه حلوه كده كله مع بعضه. وننزل بقى بميه مغليه، شويه ميه مغليه حلوين كده. مهم ان الميه تكون مغليه. معلومه كمان عايزه اقولها لك، مهمه قوي ان العدس تجيبيه مغلف، بلاش العدس اللي عند العطارين، يعني بيكون متعرض للاتربه والاوساخ وبيتبهدل بسرعه وبيتعبك جدا في التنظيف وبتنقيه. لا، هاتيه يكون مغلف، بيكون افضل بكتير. يعني لو انت بتستخدمي اللي عند العطار، جربي كده اللي عند السوبر ماركت، هتعرفي انا بتكلم في ايه. نقلب بقى كل ده مع بعضه كده ونغطيه ونرفعه على نار عاليه. بعد 10 دقايق نهدي النار لحد ما كله يستوي. هنا خلاص استوى معايا وبقى زي الفل. نديله تقلبتين كده ونجيب شوكه او معلقه ونبدا كده نضغط على الجزر والكوسه. هنا لما نلاقي الحاجه اتهرست معانا خالص كده كده تمام، استوت معانا وبقت زي الفل. نجيب بقى طاسه حلوه نحط فيها معلقه كبيره من السمنه البلدي عشان نحمر الشعريه. طاسه تانية فيها شويه زيت بس كتار شويه، واول ما يسخنوا هننزل بالعيش الشامي. قطعي بقى مربع او مثلث زي ما تحبي. الاكله دي لازم ليها العيش المحمص، بيديها طعم حلو قوي. اول ما السمنه سخنت نزلت عليها بالشعريه. شوفي كله مع بعض، هي ست المصريه كده لازم تشتغل ب100 ايد، ايدينا وايدينا ورجلينا ورجلينا، ربنا يعيننا ويقوينا والله. زي ما انتم شايفين بحمر الشعريه وبطحن العدس بالهاند بلندر. ده اللي ما عندهاش هاند بلندر مفيش اي مشكله، حاجه من الاثنين. لو الخلاط عندك بيتحمل الحراره على طول هتضربي العدس وهو سخن، لكن لو الخلاط عندك مش بيتحمل الحراره استني لما العدس يبرد تماما وبعدين اضربيه في الخلاط. هنا كده تمام، طحنته كويس جدا. هننزل بالبهارات، معلقه كبيره من الملح، نص معلقه صغيره من البابريكا والكمون والكاري بيدي لون وطعم حلو قوي، كمان الكزبره، وربع معلقه صغيره من الفلفل الاسمر. هي دي بس يا بنات البهارات. هقلب تاني كويس جدا. بصوا شويه عدس يا نهار ابيض. قلبي تاني وخلي العدس بقى ياخد ايه غلوه واتنين كده مع البهارات، وعلى طول نطشه بالشعريه. واهم ما في الموضوع بقى الطشه دي، وقلبي على طول علشان ايه ما يكلكعش. ومكان الشعريه كده
مهم قوي انك تقلبي الشعريه جوه العدس عشان تتاكدي انها مش هتكلكع معاكي ولا تقعد معاكي في قاع الحله. وبعدين هنغطي ونسيبها 3 4 دقايق عشان نتاكد ان الشعريه استوت تماما، وبعدين بقى نقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوه الا بالله. ايوه بقى، هو ده العدس يا الا فلا. الشتا عايز كده، عايز كده. بصوا الجمال بقى، بصوا الجمال بقى. وايه بقى؟ يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. شويه عيش بقى. والدي اللي هياكل الطبق ده، وما هو ما بيقدرش يقرمش العيش المقرمش من سنانه، فانا عامله له الطبق العظمه ده. الف هنا وشفا كده. بصي كده 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 كده، شويه تقليه بقى كده على قده كده. يا نهار ابيض يا نهار ابيض. انا بقى بحب كده طاجن كده حلو كده. بصوا شايفين السمك، شايفين الجمال، هو ده. ايوه كده بقى يا بنتي يا سوسو. عصره ليمونه كده بقى، شويه شطه، ويا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. بصوا بقى جنبه بقى شويه عيش مقرمشين وناكل كده. بصي بصي كده، لازم اعرفك الطريقه، امال ايه، انا بضحي. بسم الله الرحمن الرحيم. شويه العيش اللي بنحمرهم في الزيت دول، اللي مليانين دهون ومحمرين في زيت، طعمهم حلو قوي. جربوها هتدعوا لي، ويا رب وصفتي النهارده تكون عجبتكم، وان شاء الله تجربوها وتعجبكم. والى اللقاء في وصفات جايه كتير قوي ان شاء الله. وكنتم مع ساره سمير.